السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. اللهم بارك لعريسنا بعروسه، وبارك لنا جميعا بزوجاتنا. اللهم أخرج منا الذرية الطيبة المباركة. اللهم يا من جمعتنا في هذه الساعة المباركة على ما يرضيك، حل بيننا وبين معاصيك، واجعلنا جميعا إخوة متحابين فيك. على عجالة إن شاء الله تعالى، الزواج أيها الشباب، الزواج قرار. الزواج قرار ونصيب، وهناك فرق ما بين النصيب والحظ. الحظ شيء أنت ما لك خيار فيه، طولك، شعرك، لون عيونك، هذا حظ. أما النصيب هو شيء أنت تختاره، فإذا أحسنت الاختيار أمنت الانهيار. إذا أحسنت الاختيار أمنت الانهيار. فلذلك قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يدك. فاظفر. يركز النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أنا كمستشار أسري حالات الطلاق، أنا امبارح بنت عمرها 17 سنة طلقت، جوزها عمره 22 سنة. السبب عدم حسن الاختيار. بدك تختار أمها وتختار مخولها قبل ما تختارها هي. صلوا على رسول الله. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك أهل حلب عندهم مثل بيقول: إذا خال الخال فيه الردى يخسى الولد لو كان بيه جيد. ولذلك إن العرق دساس. الحديث فيه مقال، لكن حقيقة الحليب يفتق خلايا الدماغ، حتى قال علماء النفس أن المرأة ترضع طفلها حتى غدرها أو صدقها. فنسأل الله عز وجل أن يجمع بين العريس وعروسه، وأن يكون قد أحسن الاختيار. أيها السادة، أيضا الاختيار للرجل. الاختيار للرجل يا أيها الآباء، يا أيتها النساء اللواتي سيسمعن الكلام، حسن اختيار الرجل أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه، وأضاف خلقه سلوكه فنه في التعامل مع هذا القلب، قلب المرأة. قلب المرأة يحتاج إلى مقامات، كل أنواع المقامات. بدك تشتغل معها على السيقة وعلى العجم وعلى البيات وعلى النكريز وعلى الجهنميز. صليتوا على رسول الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فالرجل إذا ما كان عزاف قلبها عنه سيعزف. طيب، وأختم بهذه الجملة: القرآن الكريم ذكر الذكر والأنثى، وذكر الرجل والمرأة. ما الفرق بين الرجل والمرأة والذكر والأنثى؟ كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل، وكل امرأة أنثى وليست كل أنثى امرأة. طب ما الفرق يا شيخ؟ تحمل المسؤولية. الرجل بالقرآن لما ذكر في القرآن الرجل له صفات، منها: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. فالرجل من صفاته أولا أن يتبع رسول الله في حاله وقاله، في منشطه ومكرهه، في فرحه وسروره. أمامه الله ومحمد رسول الله. والله بتملك قلب أكبر مرأة. أما إذا أنت ما ملك قلبك حب الله وحب رسول الله، والله ما بتملك قلب نملي. قلب نملي ما بتملكها.
والفارس الأصيل ما بيخلي الحصان تجوع فيه وتقلبه عن ظهرها. والمرأة ما بتفشل في بيت رجل، إنما بتفشل ببيت ذكر. فكن رجلا. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجل قال يا قوم اتبعوا. إذا الرجل هو الذي يتبع رسول الله ويتبع كلام الله. طيب الرجل أيضا هو الذي يستشار دائما، هو بين الرجال بطلا وبين الأبطال مثلا، يستشار في أفكاره في رأيه. لماذا؟ لأن عليه سمت الرجولة. وعلى فكرة إذا كان الإنسان بين الرجال مثل، فسيكون في عين زوجته رجلا بطلا. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يسعدكم وأن يجعلنا وإياكم من عباد الله المتقين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين، في هذا القدر الكفاية. شوف وين العريس؟ عريس هذا ابنك وين؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عريسنا كيفك مع الصلاة؟ صلوات الخمسة. متى ما كنت مع الله على الأول حتكون في قلب زوجتك الأول والآخر، والزوج كذلك. كل ما بتكوني مع الله كل ما زوجك الله بيحميه وبيضمن لك إياه. والله لا غواكي بيضمنه ولا أناقتك بتأمنه. الذي يملكه هو اتصال قلبك بالله، فيجعل الله قلبه في قلبك. هذا واحد. اثنين، ارسم نظاما للسعادة. صلاة الفجر أنت والزوجة، ذهبت إلى عملك، قل يا زوجتي أنا لا يهمني الطعام والشراب، يهمني أن أعود إلى بيتي فأسمع منك صفحة من كتاب الله. قل لها كلما حفظت سورة كان لك مني هدية. انت هين شو بتعمل؟ بتكون أسست جامعة لتربية أولادك. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلوات الخمسة. اثنين، لا أهلك بتدخلوا بحياتك ولا أهلها بتدخلوا بحياتها. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل بحب أمه وبنفس الوقت بحب مرته، فيا أمهات اتقوا الله في الكنات. ولتكن الحماة محضرها محضر خير، مو تشغلوا على زوجته. والله العظيم امبارح اتصل فيني شاب قال لي يا شيخ طلقت مرتي 3 مرات، حل لي اياها. قلت له شو السبب؟ قال لي امي زوجها ميت، يعني ابوه عمره 46 سنة، كل ما بتجي لعنده بتشغلوا على مرته، بتأنجر معه هذا الزلمه يكون قال لزوجته انت طالق. قام شو قلت له انا؟ قلت له يا حجي بدك تكني ولا من زوجك؟ كني ولا بدك نزوجك؟ إلينا. فحبيبي بتكون سعيد ما دامك مع الله على الأول. اثنين، نظم علاقتك بينك وبين زوجتك، والأهالي بيديروا بالهم عليك وأهلها بيديروا بالهم عليها، وإن شاء الله ربي بيخرج منكم الذرية الطيبة المباركة. شكرا لاستماعكم، شكرا لهذه الوجوه الطاهرة. سمعونا الفاتحة عن التوفيق. صلى الله على سيدنا محمد. الشكر وكل الشكر لفضيلة الشيخ عبد القادر حمي، الله يسلم هالتم. والله العظيم يسرينا بهالكلام الجميل. خلي لي نظرك، تفضل. وهذا كتاب حكم تربوية من واقع التجربة العملية، كتاب ألفته في 6 سنوات، تستفيد منه أنت والزوجة إن شاء الله. تفضل يا سيدي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا شباب فضونا المجال، فضونا المجال، تكرموا علينا. اللي عم بسمعني بالنص كبير وصغير فضونا المجال للشباب العربية. شباب بناء على طلب بني الدباس، انا عم بشتغل على طلب احمد، كل ولد يضب ابنه كرمال سيدنا محمد. فضولنا شوي هيك المجال، الخلا وراكم تتفرج كمان. انا عم بشتغل على طلب العالم. يلا روح يا طورش. ايوه الله. عبي روح.
خيو ايه بعد زمان بعد زمان. ابو وسف ايه يا عريس ريحه بعد زمان. حيصو حيصو. يا ممدوح. يا خيو يا خيو ايه يا ابو احمد. ايه يا ابو عمار. ايوه ايوه ايوه. أوه. روح اعطونا صفا يا شباب، صفا يا خيو. على حب النبي. ايوه 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 ايوه. صلوا على محمد وزين. قول ابو محمد. روح روح. ايه ايوه يا زينو. يا واحد. ايه يا خيو ايه الو. يا ابو عماد عطيه. طورش طورش يلا ايه يلا يا ابو محمد روح. اعطونا المجال يا شباب. خيو. عليك. روح. ابو يوسف يا خيو احلى ابو الفوز. عبي عبي يا ابو عماد اول روح. بلا اول بلا. عبي. اوب. ايوه ايوه ايوه. هيا بس الوتر. هيا ابو محمد روح. عليك عليك. احلى ابو احمد شحنه. قربان محمد اعطونا كف حلو. قربان سيدنا الرسول. صلوا على ملوك الراس العربي في تركيا. هيا باسل. يا رب والله العظيم احلى ابو انت الفوز. فوق قلبي. ابو محمد بعد امرك بس طاق حكم لابو احمد منفاخ وابو حسون الثاني. يتفضل على الحكم. والاستاذ ابو نادي. يلا استاذ ممدوح تفضل. روح عبي روح. طورش طورش. عطيه. اعطيه ابو احمد من فوق. روح